حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني ماشي بعيد. السلام عليكم ورحمة الله. تدهور الحالة الصحية للفنان المغربي سعد المجرد ونقله بإحدى مستشفيات السجن بفرنسا بعد اعتداء الشرطة الفرنسية عليه داخل محبسه، والرئيس الفرنسي يدلي بتصريح صادم. شاهد ماذا قال. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن سعد المجرد مظلوم في هذه القضية، اضغط إعجاب بالفيديو وصلي وسلم على نبينا الكريم. تدهورت الحالة الصحية للفنان المغربي سعد المجرد منذ قليل بعد إضرابه عن الطعام لاعتراضه على سوء المعاملة من الشرطة الفرنسية التي أهانته واعتدت عليه بالضرب داخل محبسه، فهو لم يتناول أي طعام منذ الحكم عليه بالسجن 6 سنوات. فقد أدلى سعد المجرد بتصريح منذ قليل لصحيفة لوموند الفرنسية وقال: أنا أتعرض لمؤامرة كبرى وتقف وراءها عصابة تريد تدميري، وكل التهم المنسوبة لي ظلما، فأنا لم أغتصب تلك الفتاة، أنا بريء، وأطلب من الشعب المغربي الحر وبلدي الحبيب الوقوف بجانبي في هذه المحنة، وسأعود لحضن أمي من جديد. الرئيس الفرنسي ماكرون أدلى بتصريح صادم منذ قليل للتلفزيون الفرنسي وقال: القضاء الفرنسي لم يتجاوز ضد سعد المجرد، وقد حكم بما رآه حقيقة أمامه، ولا يجب تسييس هذه القضية، ففرنسا دائما هي البلد المصدرة للقانون والدستور، وأي مغربي يريد أن يعيش بفرنسا يجب عليه احترام النظام والقانون الفرنسي. واحنا كمصريين وعرب واثقين في براءة سعد المجرد، والحقيقة ستظهر في القريب العاجل، ونحتفل جميعا بخروج فناننا الجميل. وفي النهاية، إذا كنت مسلم وتتفق بأن سعد المجرد مظلوم والقضية ملفقة من فرنسا، اضغط إعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.